مساء الخير. اتمنى ان انتم تكونوا بخير يا اصحابي. النهارده انا عايزه احكي في موضوع ان الاستمرار في جواز فاشل ممكن يدمر عيالك مش يحميهم. انت بتفتكر ان انت عايز تحافظ على البيت وتحافظ على العيال فنستمر في جوازة فاشلة. انا هقول لك ان دي ممكن تكون اكبر غلط انت بتعمله في حياتك لنفسك ولمراتك ولعيالك. في ناس ممكن تكمل في جوازة فاشلة عشان تقول ايه بقى؟ عشان خاطر العيال، عشان العيال ما تتبهدلش، هستحمل عشان خاطر العيال يكبروا في بيت واحد فيه بابا وماما، فيه اب وام. بس الحقيقة للأسف انت بتدمر أولادك مش بتحميهم. لو عايز تعرف ليه أنا هقولك ليه. الجواز لما بيكون فاشل، يعني لو جواز كله خناق وصويت وإهانات وممكن يكون في ضرب أو مفيش احترام، مفيش حب، مفيش احترام، مفيش مودة، مفيش رحمة، الولاد والعيال بيكونوا شايفين الأب والأم في المشاكل وفي العراك وفي الخناقات وفي الإهانات دي طول الوقت. طبعا انت فاكر ان ده مش بيأثر عليهم. الأطفال في منتهى الذكاء، ما تستهينوش بذكاء الأطفال. فانتوا لما بتتخانقوا ده بيأثر جدا على نفسية الأطفال. وطبعا للأسف يعني الأطفال بتتدمر نفسيا لما بيشوفوا الأب والأم في مشاكل وصريخ وإهانات، مفيش حب، مفيش احترام. العلاقة اللي تبقى كلها زعيق وإهانات بتعمل تأثير فظيع على نفسية الأطفال وبتعيشهم في قلق وخوف ورعب، بيحسوا بعدم الأمان النفسي طول العمر، مش بس فترة الطفولة. في ناس كبار بيروحوا لأطباء نفسيين بسبب ان باباهم ومامتهم كانوا بيتشكلوا او كانوا بيتخانقوا بصوت عالي او كان بيحصل إيذاء بدني وعنف للزوجة وهم أطفال، وده مأثر على أمانهم النفسي لغاية ما كبروا. ابنك وبنتك لما يسمعوك وانت بتقول لمراتك أنا لولا العيال كنت سبتك من زمان، هيحسوا بإيه؟ هيحسوا إن انت في سجن بسببهم، فهيحسوا طبعا ان هم يعني بالذنب، فانت هتعيشهم في ذنب ان هو محبوس في العلاقة دي بسببك انت كطفل. كمان الاب والام بيستخدموا بقى الاطفال في الحرب والمشاكل. يعني هي تقول له مثلا روح قول لبابا احنا محتاجين فلوس، او الاب يقول للابن مثلا روح قول لماما اعملي محشي او اعملي بامية. ف تكنيكلي يعني حرفيا وحقيقة انتوا بتبقوا في حرب، الاب والام بيبقوا في حرب، والاطفال دول جنود المراسلة. الحل ايه بقى يا اصحابي؟ انا ما بقولش ان الطلاق هو الحل السحري. الطلاق مرحلة وحاجة وحشة قوي، لا اتمنى ان اي حد يمر بيها. انا اتمنى من جوه قلبي لكل زوج وزوجة ان هم لما يكون عندهم تحديات او مشاكل يقعدوا مع بعض ويواجهوا بعض ويتكلموا في مشاكلهم او في التحديات بالحب والذوق والادب والاحترام ويعني يبقى في بينهم تواصل ناجح. ما ينفعش يبقى على طول خناقة، هي تدخل تعيط في اوضه النوم وهو ياخد بعضه ويطلع يقعد على القهوة، وتاني يوم يخصموا بعض ويتقمصوا بالاسابيع
وهو ينام في اوضه العيال او في الكنبه في الصاله وهي تنام لوحدها في اوضه النوم. لازم يكون في كوميونيكيشن، يعني اتصال ناجح. كيف يحصل الاتصال ناجح؟ ان احنا نقعد نواجه بعض باحترام، بذوق، بأدب، ونحل مشاكلنا. لو مش هنقدر، طبعا يعني انا دايما بقول ان الحياة لازم تجرب وتحاول تحاول، بس لو عملت كل المحاولات وفشلت انك يكون في بينك وبين مراتك تفاهم واتصال محترم، الطلاق هو مش حل سحري، بس للأسف الطلاق هو أفضل في المرحلة دي ليك وليها وللعيال، بدل ما الأطفال يعيشوا في نكد وهم وبهدلة، وأب وأم منفصلين بيتعاملوا باحترام لبعضهم وبيتعاملوا باحترام للأطفال، وكل واحد بيأدي دوره، أحسن من أب وأم عايشين في نفس البيت بينهم عدم احترام وإهانات، وممكن يكون في ضرب أو تعنيف. الخلاصة، لو بتحب عيالك بجد احترم وحب أمهم. الست يا صديقي عايزة منك 3 حاجات: تشبعها وتأمنها نفسيا، عاطفيا، جسديا. نفسيا احساسها بالامان والاحتواء والسند والظهر. عاطفيا الحب والدلع وكلام الحب وكلام الغرام والهيام، الرومانسيه، الحب، العاطفه. جسديا العلاقه الزوجيه على قد ما تقدر. ال3 حاجات دول الست محتاجاهم منك، تأمنها وتشبعها نفسيا، عاطفيا، جسديا. حتى لو معاك المادة مش مظبوطة، يعني مثلا مرتبك قليل، بس انت لو بتأمنها نفسيا، محسسها ان ليها ظهر، ليها سند، عندها، بتعمل لها احتواء نفسي، بتدلعها وتحبها، دلعها بالكلام، مش لازم تجيب هدية، واحتياجاتها الجسدية في العلاقة الحميمة، صدقني حتى لو مرتبك صغير هتشيلك فوق راسها، هتشيلك فوق راسها، هتشيل جزمتك فوق راسها. الست يا صديقي بتقدر قوي 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 الراجل اللي يحسسها بالأمان ويكون ليها سند وظهر، ويديها كلام حب ودلع كده شوية، ومغازلة وملاطفة ومداعبة، يحسسها انها ست، انها انثى، تحط له اكل، يقول لها تسلم ايديكي يا ست الستات، تجيب له كوبايه ميه كوبايه قهوه، شكرا تسلم ايديكي يا ست الاميرات. كلام حلو، هو الكلام يعني الكلام ببلاش، الكلام مش عليه جمرك. خلي بالك، الست قلبها في ودانها، الست قلبها في ودانها. فلو انت بتقدر تحترمها وتحبها وتأمنها نفسيا وعاطفيا وماديا وجسديا، صدقني الأطفال أوتوماتيك هيطلعوا زي الفل، لأن هم شايفين أب وأم يعني بيحبوا بعض، بيحترموا بعض. فأنا أتمنى إن ما يحصلش طلاق، ولكن لو في استحالة العشرة وفي أذية وفي عدم احترام وعدم مودة ومشاكل وزعيق وخناقات، لا، اتطلقوا واحترموا بعض وانتم منفصلين، واحترموا العيال والعبوا دور فعال في حياة أولادكم. ده هيبقى أحسن 100 مرة من إن انتوا تكملوا في بيت فيه نكد ومشاكل وخناقات. أتمنى لكم كل الحب والخير والسلام. بحبكم يا أصحابي. لو الفيديو ده بقى عجبك، انت عارف هتعمل ايه: لايك، تشترك في القناة، وتفعل زر الجرس. بحبكم يا أصحابي.